دلوقتي في اللحظة دي انت اخترت انك تفتح الفيديو، ودلوقتي هتختار تكمله ولا توقف. السؤال مين اللي اختار القرار ده؟ هل انت اللي خدت القرار ده ولا في حاجة جواك هي اللي خدت القرار وانت كل اللي عليك انك تنفذ؟ يعني السؤال ببساطة، هل انت مسير ولا مخير؟ السؤال ده واحد من اقدم الاسئله على مر التاريخ. الفراعنه سالوه، اليونانيين سالوه، حتى الفلاسفه سالوه، والعلماء لحد دلوقتي لسه بيتجادلوا فيه. بس بسبب ان في طريقه اتحكى بيها عن الموضوع ده من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الفلسفيه، فالناس ما فهمتش الموضوع بشكل كافي. فانا النهارده جاي اكلمك من الناحيه العلميه. في سنه 1983 في مختبر في جامعه كاليفورنيا كان في عالم اعصاب اسمه بنجامين ليب. الراجل ده عمل تجربه مهمه جدا، تجربه تبان بسيطه في شكلها بس في نتائجها خطيره جدا. عمل ايه بقى الراجل ده؟ جاب شويه ناس عاديه وقعدهم على كراسي، وربط على راس كل واحد اجهزه بتقيس نشاط المخ، وقال لهم التجربه بسيطه جدا، انك في اي لحظه تحب تحرك صباعك فيها حركه من غير ما تقول ومن غير ما تفكر ومن غير ما تعمل اي حاجه. فكرت حركت. والنتيجه بقى اللي التجربه دي عملتها كانت عباره عن ايه؟ ان المخ بيبتدي ينشط قبل ما تاخد القرار ب 500 ملي ثانيه. يعني مخك قرر انك تحرك صباعك قبل ما انت تقرر انك تحركه.